ما تيجي أقولك على 3 أفكار غلط في مجال الداتا ساينس. أول فكرة إن الماشين ليرنينج يعني كود سحري. الحقيقة هو قرارات مبنية على بيانات ضخمة أسرع وأدق من أي تحليل يدوي عنه. وتاني فكرة إنك لازم تكون عبقري في الماس عشان تدخل المجال. الحقيقة إنك محتاج تفهم ماس مش محتاج تحفظه، تفهم النموذج بيشتغل إزاي مش تحل معادلات من غير معنى. تالت فكرة إنك تتعلم طول واحدة وخلاص كفاية، وده أكبر سبب يخلي الناس تتوه. يعرف بايثون من غير ما يفهم وموديل من غير منطق، النتيجة بيبقى شكلها صح بس ملهاش قيمة. الواقع بقى مختلف. الداتا ساينس في 2026 بقت مبنية على تسلسل واضح. برمجة تخليك تمسك الداتا في ايدك، وماس يشرح لك القرار، وماشين ليرنينج يشوف الباترنز، وكمان ديب ليرنينج بيتعامل مع التعقيدات الحقيقية، وNLP يخلي الماشين تفهم كلام، وLLMS تغير طريقة الشغل نفسها. المجال نفسه مش صعب، هو بس محتاج ترتيب صح. ودبلومة الداتا ساينس في ماشين 5 مش بتقولك تتعلم ايه وبس، بتقولك امتى تستخدم ده وليه تستخدم ده. وده الفرق بين حد بيجرب وحد بيبني نفسه في مجال هيكمل لسنين قدام.